في الحلقة دي هنتكلم مع بعض عن الفرق بين التبرير والتقديس كبركات للخلاص. أي شخص مؤمن اتغسل بدم المسيح وبالمسيح كمخلص شخصي لحياته بيختبر في حياته بركات كتيرة جدا من الخلاص، لكن للأسف احنا كمؤمنين عندنا تداخل شوية ما بين مفهوم التبرير ومفهوم التقديس. هوضح معاكم في الحلقة دي ايه الفرق بينهم هما الاثنين. التبرير هو انه الله بيحتسب الشخص الخاطي انه بار على حساب عمل المسيح وبيغفر ليه كل خطاياه، وبيقول له انت بسبب بر المسيح ليك دخول لقدس الأقداس، ليك شركة معايا. فالتبرير هو وضع خارجي بيضمن للمؤمن انه على حساب دم المسيح يقدر في اي وقت يتكلم مع الله ويكون في شركة وعلاقة معاه. لكن التقديس الصراحة العكس. التقديس هو وضع داخلي، هو عمل الله داخل المؤمن اللي بيساعده زي ما كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت انه يتخلص من الخطية تدريجيا وتشبه بصورة يسوع المسيح في حياته العملية. فنقدر نقول التبرير هو وضع خارجي، لكن التقديس هو وضع داخلي للمؤمن. التبرير بيحصل في حياة المؤمن مرة واحدة والأبد، لا يتكرر. فالإنسان بيتغسل بدم يسوع المسيح ويتبرر مرة واحدة، بيحسب أنه بار أمام الله مرة واحدة. لكن التقديس العكس، هو حدث بيحصل يوميا، حدث مستمر بيبدأ ولا ينتهي، بيستمر طول الحياة. كمان بنشوف في التبرير انه عمل الله وحده لأجلنا، احنا مش مشتركين. الكتاب المقدس بيقول انه الانسان لا يستطيع ان يبرر نفسه امام الله، فالله هو وحده اللي بيبرر الانسان، فهو عمل الهي بامتياز. لكن في التقديس زي ما كنا بنتكلم هو عمل مشترك بين الله والانسان، 100% دور الله و100% دور الانسان. احد القديسين قال انه التبرير هو عمل الله لأجلنا، اما التقديس هو عمل الله فينا. التبرير هو عمل كامل ولا يحتاج تكميل من البشر، لأن الله هو اللي صنعه بدم يسوع المسيح وبفداء يسوع المسيح. فقال كده متبررين مجانا بنعمته، ففي اكتمال لهذا العمل. وبطرس بيقول على المؤمنين ان هم نالوا ايمانا ثمينا مساويا ببر الهنا. لكن التقديس هو عمل الله بيبدأه في حياة الإنسان، لكنه بيحتاج لتكميل في هذه الحياة. فكل يوم أنا بتكمل في القداسة أكتر، بنمو في القداسة أكتر، بكبر في علاقتي مع الله أكتر وأكتر. التبرير هو متساوي عند الجميع، مفيش شخص أقل من شخص في البر. لكن التقديس هو متفاوت بقدر طاعة المؤمن الله. عشان كده في نلاقي مؤمنين عايشين حياة القداسة من كل قلوبهم، لكن مؤمنين تانية ممكن يكونوا وقعوا في النص ومش قادرين يكملوا. التبرير هو الأساس الحياة مع الله. أنا ما أقدرش أبدأ أو أدخل في علاقة وحياة مع الله بدون التبرير، فالتبرير هو الخطوة الأولى. لكن التقديس هو الدليل والبرهان للحياة مع الله. اللي يخلينا نقول إنك مؤمن، اللي يخلينا نقول إنك بتحب ربنا، اللي يخلينا نقول إنك شخص مميز، هو إن أشوف حياة يسوع ظاهرة فيك، إن أشوفك شخص بتسعى باستمرار إنك تعيش حياة القداسة. التبرير هو عمل الله بالكامل، التقديس هو عمل مشترك بين الله والإنسان. لكن الحاجة الجميلة اللي عايز أختم بيها كلامي معاكم إن سواء التبرير أو التقديس هما بركات من الخلاص اللي الله اداه للبشر. فأنت ممكن تكون حتى مش عارف الفرق بينهم كويس، لكن ممكن تكون بتختبرهم في حياتك بشكل كبير جدا. اشكر ربنا لأنك اتبررت بدم المسيح وبعمل المسيح على الصليب، واطلب منه نعمة ومعونة وقوة كل يوم انك تعيش القداسة في حياتك بشكل مستمر.